جوج كيكون حاجة قاسية إلا فاش كتخلي شي واحد وراك بحال ولدك بنتك درية صغيرة لا نقولو اختك بحال داكشي اللي طال مريم الساحرة العربية. علاش سميتها الساحرة العربية؟ حيت هي تربات وسط العرب، تابت في العرب وتربات وسطهم. مشات عند واحد الساحر كيتبدا كيان، كيان كان ساحر متطور بزاف، كان كيتحكم بأكثر من 100 قبيلة، كان ساحر متمكن لدرجة كبيرة. دخلت عنده ودقات عليه الدقة الأولى، الدقة الثانية، الدقة الثالثة، عاد فتح لها كيان الباب. قال لي اش جابك عندي يا إنسية؟ قالت ليه بيجية وطالباك وراغباك. قال لها عيطيني بركة من التحريف ديال الأكل ولا ديال التحريف ديال الهضرة. قلت ليه يجيك باش تساعدني نتحكم؟ قال لها من بيتي نتحكم. قلت ليه من ولد داك خاينة اللي قتل لي با لا خويا. بحال الدموع ديالو قلت ليه بدي ننتقم، الحر ديال الانتقام كاين في القلب ديالي. قال لها الانتقام ماشي كل حاجة لها ثمن. جبت مخطوطة وقال لها الثمن ديال هادي عينيك العفرية. قال ليه لا ما نقدرش نعطيها لك، عيني اللي هي خوذة. قال لها يلا جاب واحد الموس وطير لها عينيها، بدات كتغوت من الحر ديال الالم. جاب لها واحد الفحوق وكبوا لها فمها، عينيها ماتت بسرعه البرق. كانت كتشوفي وكتقول لي اش درتي يا الحمار؟ قال لها كل حاجه ليها ثمن، والثمن ديال هذا الشيء هو هاد المخطوطه. مسحات الدمع ديال الدم ديال داك الدم اللي كان كيقطر من عينيها، هو الدم مسحاتو وقالت خويا هذا هو الثمن، هذا هو الثمن الانتقام ليك. مسحاتو هكاك ومشات هزات المخطوطه. قلت ليه صافي هذه هي المخطوطه. قلت ليه ولكن هذه المخطوطه راه ما غاديش تعاوني بالانتقام. قال لها مخطوطه قويه بزاف وغادي تساعد، غادي تساعدك باش تنتقمي بسهوله. مشات هزات ديك المخطوطه وانتقلات، قالت طلاسم الانتقال ومشات. جا عندها ماجد وقال لها شكون اللي دار فيك هادشي؟ دابا نمشي تحيد لي عينيك كما دار لك. قالت لي صافي ماجد رجع بالعرض، هادشي كان ليه ثمن. خرجت لي المخطوطه وقالت ليه الثمن ديال هذه هو المخطوطه. قلت لها عينيك ليا على حسب المخطوطه، كان علينا نمشيو نجبدو كاع البرده ونمشيو نقتلوه. قالت ليه حمق ما تعرف والو، سير ماجد فيها علاج. خرج ماجد هو مصدوم، قال لفلفل يا ريت لاجين كان معانا دابا. قالت ليه ما سميتوش لاجين. قال لها انا عارف سميتو، ولا ما تبقايش تدخلي في الشؤون اللي ما كتعنيكش. قالت ليه ماجد وسميتي سموش بحالك بحال داك احمد. قال لها حنا قتلتي احمد. قالت ليه احمد كان مصيره هو الموت، فاش غضبني وعصبني بزاف مصير اي واحد. دخلت لبيتها قرات المخطوطه عن بكرة ابيها، ما فهمات منها والو العربيه ديالها، حيت المخطوطه كانت متطوره بزاف ومتطوره لدرجه كبيره. ديك المخطوطه كانت كتميز بعدد النجوم من الجن والشياطين، كانت كتعلمك طلاسم بوحده كبيره، طلاسم مجهوله وغادي تعلمك تجن وتتحكم بالجن والشياطين. هذا فقط ورقه منها كتعلمك كيفاش تتحكم قبيله قويه من الجن. غتولي ساحره ومتمكنه من بعد هاد المخطوطات من اسحاق البافري. هاد المخطوطه ماشي من اسهل المخطوطات، مخطوطه من اسحاق البافري قوية، ولكن المخطوطة باينة موراها شي قصة قديمة. مشيت عند الساحر مرة أخرى الدقة الأولى الثانية الثالثة عاد فتح ليها. قال لها اش بيتي؟ قالت لي بغيتك تعاود لي القصة ديال هاد المخطوطة. قال لها أي حاجة لها ثمن. قالت لي واش مرة أخرى بغيتي عينيا اليسرية؟ قال لها لا بغيت وحدة من الدروس ديالك. جبت واحد المرقاط وطير لها دروسها من أهم منها. مرة أخرى دار لها واحد اللواء على ديك البلاصة ديالها. قال لها صافي هانتي دابا على قوتك قوتك. قالت لي يلا عاود لي القصه. قال لها ما طلبتش منك شي حاجه ثمينه من الجسم ديالك. قالت ليه يلا بدا بيا بدا. قال لها القصه ديال هاد المخطوطه كان عند واحد الساحر سميتو بن عرافه. هاد بن عرافه كان كيتميز بتقنيات كبيره في السحر والطلاسم، عاونوا الجن والشياطين باش يكتب هاد المخطوطه. مخطوطه من اسحاق البعفري، مخطوطه قويه وكما كتعرف بان التعامل مع شياطين كبيره. وهاد المخطوطه مهمه جاتو ولات بحال هكا مخطوطه كانت مع العالم الاخر وكتميز بعيد الطلاسم بحال طلاسم بن اسحاق الهامري طاوزون بالكفار بالكفار. هادشي كله هاد المخطوطه هادي اللي كتشوفي راه دازها زمان، آلاف السنين دازو عليها، ويمكن لك تحكمي بآلاف ألوفات من الجن بسبب هاد المخطوطه. هاد المخطوطه كتمكنك بشحال حاجه. هاد المخطوطه احسن مخطوطه في هاد العلم هذا، لذلك اختي ما ننصحكش تجي وتخافي تخليها حيت تعيدك ليا على حسابها. وهاد المخطوطه غتعاونك كيف هذاك الساحر فارسي، وما تعرفيش بان اقوى ساحره هم ساحره فارس. كيتميزوا بزاف الطلاسم هم خويا اسرتهم في الطلاسم. ما غاديش تقدري الا ما كانش عندك هاد المخطوطه. ولا الشيطان المريض اللي كاين بهذا الخاتم، جبت لها خاتم اخضر. قال لها هاد الخاتم هذا مناسب ليه. قالت له خاتم واش فيت انا بهذا الخاتم؟ قال لها خاتم غينفعك بزاف،
كاين كل حاجة ليها تمن. قلت ليه شنو بغيتي المرة يعني لصرية؟ قال لا ما بغيتش عينيك لصرية، بغيت لسانك. قلت له واش تسطيتي بغيت غنبقى نفس راسي؟ قال لها هذا هو المقابل ديالي، ولا عرفتي شنو عطينيها صباعك. ملي قطع لها صباعها صغير بزاف قطعو ليها وخلاها كتبكي بحال هكا. قلت يا خويا باش ما بغيتي قابك دابا انا كنضحي بأعضاء جسمي. عطاها الخاتم شداتو في يديها ولبساتو. بص ديال الطفارة قالت صافي الانتقام غادي يبدا، إلا بيدك بأنك تحكمي من هاد الشيطان 3 المرات. قالت لي ولا بغيت نتحكم فيه حياتي كلها. قال لها 3 المرات بينك وبين هاد الشيطان، ولا حاولتي تحكميه أكثر من 3 المرات غينكالب عليك وغيحاول يقتلك. لذلك كنعطيك نصيحة ما تحاوليش تستهتري أكثر من 3 المرات. هاد الخاتم إلا تورات عند شي واحد غيولي تا هو قادر يستخدمو 3 المرات، لذلك وريتيه لشي واحد قادر يستخدمو ولا تعملي داكشي دابا أنا اللي كنستعمل. كناخد المقابل بغيت لك تسمى المقايضة. المقايضة كتكون ثمينة وثمينة بزاف. غير سمعتيني، الانتقام كيكون واجب عليك، الانتقام غادي يبدا. الانتقام السحرة والمشعوذين ما كيكونش كيدير صافي حتى المرة الجاية ونجي محتاجة أتمن. جبت لها خاتم كنقولو مرسومة عليه نجمة خماسية. قال لي هاد الخاتم هذا غيساعدك بزاف، فيه واحد الجني أحمر. ويمكن لي كاينين 2 جنيين في هاد الخاتم، جني أحمر وجني أزرق. يمكن لك تحكمي فيهم ولكن المقابل غيكون لسانك، ما غاديش نسمح لك هاد المرة باش تخبريه بلا لسان. قالت ليه ما محتاجاش. خرجات من تماك وهي ساخطة. دابا خاصني هاد الخاتم باش ناخد الجني الأحمر والجني الأزرق، حيت هادو أمراء من الجن والشياطين وغادي يساعدوني بزاف من داكشي اللي باغا ندير، ننتقم لخويا. خدات مسحات بدات كنمسح بدموعها، فكرات هو بدات كتبكي مسحات دموعها. قلت يا خويا كنقسم لك بأن الموت ديال هادو غيكون على يديا، الموت ديال داك الكلب ديال ابن داك الشيطان اللي قتلك. كنقسم لك يا خويا حتى غنقتلوه، غنجمع أقوى الشياطين السحرة وغنطلقو ناحيتو. مشيت عند داك ديال الجبل ولا نقول ساحر الجبل. قالت ليه ما محتاجاكش. مشات وبدات كتحفظ في المخطوطة، ولكن هاد المخطوطة مشات خبيتها في واحد البلاصة سرية ما كيعلم بها لا شيطان لا إنسي، ما كيعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وصافي صافي بلا هادشي غيكون مشات عند ساحر الجبل وقالت ليه بغيتك تساعدني في الانتقام، غتبقى تحكم في كثير من قبائل الجن. وهادشي قال لها ما كنعرفش انا التحكم قبائل الجن، اخي خاصك شي مخطوطات يكونوا قدام وقدام من الفوق.